4. أعوذ بالله. الهدف الأول حق السومة جاي من تحت هدف. السومة بيلعبها فريق كامل أكل كوبري جماعي. استغفر الله واتوب اليه. جاء الخطأ الثاني في جو الفقراوية. قالوا شوفوا السومة هذا عارف انه زين بيجيبها من تحت، حنا اذكياء لسنا اغبياء، والمؤمن ما لذغ مرتين من جحر واحد. هاي اذا شاتها لا حد ينط. خلاص اتفقنا؟ قالوا اتفقنا. جابها من فوق. والله السومة شخلك فريق كامل من تحت ومن فوق. استغفر الله واتوب اليه. الاهلي كذا شخلوا بحر. وقبل لا ينتهي الشوط الاول النادي الاهلي كرة من المرمى. كذا يكون السومة طلق نادي الفقر بالثلاث. انتهت المباراة على العموم 4-2 لصالح الاهلي. بما ان الحين في سنة جديدة عام 1437 وكل عام وانتم بخير، نقفل صفحة جعفلي ونبدأ بالسومة. اختلفت الاسماء والملعب واحد، الجوهرة. بعد دراسة أخذت من وقتي دقيقتين اكتشفت ان اسم الجوهرة هذا منحوس على المنتخب السعودي وعلى نادي النصر. كيف أعلمكم؟ فاكرين يوم كان ناصر الجوهر مدرب المنتخب السعودي؟ ما هو اسمه يحمل الجوهرة. وأكلنا من ألمانيا 8-0 في كأس العالم. اليوم النصر ياكل نص النتيجة في ملعب الجوهرة. والله لو أنا أملك نادي النصر هذا لا أبيع واشتري بسعر كريلا. وأنا فاضي كل يوم يرفع ضغطي علشان النصر. راحت فلوسي كلها على الصيدلية، حبوب ضغط وسكر. ليه؟ الحين فقراوية بعد هزيمة الأهلي نزلتوا للترتيب السابع في الدوري، ما عندك مشكلة. طيب تخيل الهلال يفوز على الأهلي الإماراتي ويلعب على النهائي في كأس آسيا، وش يكون وضعك؟ هذا هم الفقراوية. يروحون الجدة ملعب الجوري يتبهذلون. الشيء الوحيد اللي يستفيدونه يعني يروحون مكة ياخذون عمره يرجعون. استغفر الله اتوب اليه. بما ان المباراة يعني انتهت 4-2، وش شعورك يا فقراوي لما تشغل جوالك وتطلع لك شبكة 4G؟ الله يلعن ابو الجوال ذا اللي يذكرني بالنكد. والله الجوال لانه 4G ما ابيعه ولا اكسره، اشخ عليه لين يطفى. يا فقراوي اتقوا الله في انفسكم، توني مخلص منكم طقطقه. فوزوا مره عشان اشوف فريق ثاني.